السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كي بقيتو شويه؟ ان شاء الله راكم بخير. المهم الحمد لله على كل حال، حنا كنحاولوا نكونوا بخير وعلى خير. والله العظيم عرفتي هذه يومين انا فاشله. الناس ما عندوش القناه نهارتي البلتي غوت. المهم شكرا بزاف بعدا على الميساجات ديالكم، على الدعوات ديالكم، كاع الناس اللي كيتواصلوا معايا. والله اللي قديت كنجاوب عليه، اللي ما قديتش ما كنقدرش نجاوب. اصلا هذه يومين انا كنكون خدامه، والله ما عندي المورال نهائيا. تعرفوا كنمشي وما عندي ما عنديش الكانه، فاشله، كنحس براسي فاشله. الحمد لله على كل حال. المهم راكم شفتوا اصلا الاوضاع كي دايره، واخا تشوفوا البنات التتعيه وراه داكشي اللي في الواقع صعيب بزاف كما تنقولوها، ومر بزاف بزاف. يعني انا كنتواصل مع بنت عمي، مره كيشد لي الخط، مره ما كيشدليش الخط، كنعيا من صوني البنات، ما كاينش الضو. المدينه اللي فيها بنت عمي اصلا ما بقاتش البنات، شوفوا ما بقات فيها حتى شي حاجه، يعني شي حاجه سبحان الله اللي خدمه علات نزلات الارض. يلا الحمد لله بعدا هي انها سالمه ووليداتها رغم ان البرد قهرهم والشتاء والتلج. مدينه اللي راكو عارفين فيها ناقص 8 درجه. عندهم التلج كما شفتوا. حنايا شوفوا الاوضاع ديالنا كيفاش دايره. والله العظيم البارح مع باش نمشي للخدمه عرفتي شي ربع ساعه ولا وحنا كنحيدو التلج من الطوموبيل حتى الصبعان ديالي تنحس بهم جمدوا ليا. كيف ما قلت لكم الاوضاع يعني صعيبه بزاف بزاف. الله يكون معاهم، الله يرحم الشهداء. الناس مساكن كاين اللي ماتوا غير بالجمدة البرد. بنت عمي كيف ما قلت لكم كنحاول نعيط، مره كيشد الخط مره ما كيشدش لان ما عندهمش الضو تماك. اصلا الله يستر دائما فاش كيضرب الزنزل ما كنبقاش نقدروا نتواصلوا كاع الخطوط، ما عرفت شنو كيطرا فيها. المهم فاش كيشد الخط، مثلا اليوم ما شدليش الخط نهار كامل وانا نصوني عليها والو. البارح شد لي الخط، جاوبتني شويه قالت لي راه البرد قتلهم وغير دايرين القطن. تخيلوا ان مازال ما وصلوهمش. يالله اليوم اللي وصلت لهذيك المدينه المساعدات وداكشي باش يكونوا معاهم وباش مساكن ينقذوا الناس وداكشي، ولكن راه صعيبه البنات، راه صعيب. ما قادرينش يوصلوا لكاع البلايص. 10 ديال المدن كلهم مهلوكين. يعني ما عرفت تقدم. ما الناس باغيين يمشيو يساعدوا، ما كيخليوش الناس العاديين يساعدوا. يعني خاص ضروري شي حد اللي يكون كشركات ولا شي حاجه باش يمشيو يساعدوا، لان الله يستر كيخاف يمشي يطرى عاوتاني شي زنزال ولا شي حاجه ويعاودوا يسقطوا هذوك اللي غاديين يساعدوا غاديين يموتوا. واخا راه كلشي اقدار وسبحان الله، راه كلشي اللي سالا الاجل ديالو اللي سالا وقته ساعته راه كيتسالى، واللي ما سالاش راه الحمد لله كتلقايهم بعد 4 ايام و5 ايام واسبوع وكيقدروا يطلعوهم وهم مازالين حيين. بنت عمي مسكينه راجلها تقريبا شي 30 خلق من العائله ديالته اللي لحد الان ما كاينش اخبارهم، وكاينين اللي ماتوا فيهم. كيف ما قلت لكم هي الحمد لله بخير، ولكن قالت لي قتلنا البرد. قالت لي قتلنا البرد، وقالت لي داكشي اللي عشناه قالت لي بحال اللي راه في الخيال. قالت لي ما عمري ما تخيلت راسهم غادي يعيشوا، لان ديك المدينه كيف ما قلت لكم سبحان الله ما عمرها ما كانت في الخيال ان ديك المدينه يضرب فيها زلزال. دائما كيقولوا راه اسطنبول كيما شو الله يستر. ديك المره ضرب في ازمير، مره ضرب في سميتها في إلازا، كل مره فين كيضرب الله يستر. المهم هذاك الشيء البنات اقدار الله سبحانه وتعالى. يعني كيف ما شفتوا الزنزال راه ما كيعرفوا حتى شي حد، غير الله هو اللي عالم بديك الساعه وداك الوقت ديالو. الناس كيبقاو يهضروا بزاف وكيبداو يخلعوا في الناس وكل شيء نوضوا اسطنبول غادي يضرب فيه الزنزال هذه، بحال زعما راهم عالمين بالغيب. ما علم به الله سبحانه وتعالى. وكيف ما كنقول دائما لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يعني اي حاجه راه الا مكتبه لنا راه غادي نعيشوها، سواء ما عرفت نمشيو حتى للهند طلعوا حتى للسماء غادي نعيشوا نفس الحاجه. دائما كنتمناو لطف الله سبحانه وتعالى، هو اللي كنتمناو به. بنت عمي قالت لي مازال الارض كتهز عندهم. قالت لك دخلت للدار باش تشوف كيفاش دير تاخذ لولادها الحوايج، لان كيف ما قلت لهم البرد ودايرين واحد الخيمه قالت لكم جالسين فيها. قالت لي البارح يلا وصلوهم المساعدات فاش كيوصلوا البنات راه كيبقاو كيتخاطفوا عليهم. قالت لي الا قدرتي تاخذي شي حاجه راه خديتيها، ما قدرتيش ما كتقدريش تاخذي. باغا باش نجيبها لعندي ما لاقيش كيفاش ندير لان الطريق مقطوعه. قالت لي ما كاين لا بنزين لا والو، هي شويه بعيده على المركز. كنقول لها يعني ديري اي حاجه باش تقدري تمشي غير بلاصه الطياره دايرهم فابور
ترونسبور دايرينو فابور، اللي بغا يمشيو عند الناس عند الاهل ديالهم وداك الشيء، ولكن راه اكثريه الناس البنات راه ما قادرينش يمشيو، لان كاين اللي مازال العائلات ديالهم تحت الارض، كاين اللي مازال مساكن الوليدات خرجوهم ولكن الاباء ما خرجوش، ولا الاباء خرجوا والوليدات مازال ما خرجوش. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. داكشي راه ماشي غير كيبكي ولا كيأثر ولا كيقهر وما كتقدري ديري حتى شي حاجه. حنا معاهم بالدعاء، هادشي اللي كنتمناو. كيف ما قلت لكم، قالت لي دخلت للدار باش نجيب داك الحوايج وداك الشيء، قالت لي ما عرفت، قالت لي تهزت بيا الارض، قالت لي ما عرفت، قالت لي تلاحيت، قالت لي عرفتي ما لقيتش راسي في ديك البلاصه اللي انا دخلت ليها، قالت لي لقيت راسي الاخرى، قالت لي خرجت كان جاي، قلت لها ما تبقايش تدخلي. هو اصلا السبب البنات الكبير هو ان من ضربت الضربه الاولى مع الفجر خرجوا الناس، ولكن بقوه البرد الناس اللي جمدوا بالشتاء والبرد والثلج رجعوا دخلوا لديورهم. من رجعوا دخلوا لديورهم على اساس راه ما كاينش هزه ثانيه من بعد ضربات نفس الهزه مع 12 النهار ولا مع الوحده النهار، نفس الهزه البنات بنفس الدرجه اللي ضربت فيها المره الاولى. هذيك هي اللي اكثر هدمت الديور وماتوا الناس في وسطها بزاف ديال الناس. الحمد لله من بعد 30 ساعه و40 ساعه خرجوا سالمين، خرجوا الحمد لله مزيانين. وكاينين مساكن اللي جمدوا بالبرد وماتوا غير بالبرد، يعني ما قدروش الانقاذ يوصلوا ليهم. كيف ما كتشوفوا راه دابا لحد الان راه 15,500 ديال الموتى، 64 جريح، 64,000 والصرف جريح. كاين البنات شي 6,000 ولا 7,000 المباني اللي طاحت. تخيلوا راه كل مبنى باش يقلعوه باش يحيدوه باش يشوفوا الناس واش فيه ولا ما فيش، راه كياخذ معاهم وقت كبير. راكو عارفين الحجر والبيطون وداك الشيء راه شي حاجه صعيبه. الله يحسن، الله يكون في عوانهم صراحه الله. يعني حنا كنشوفوا غير من التلفازه وشوفوا كي كنكونوا مقهورين، حالك هما اللي كيطلعوا اجساد الناس وكيطلعوا البشر هكا ياك، يعني راه صعيب. داكشي كيقطع في القلب الصراحه الله. وما كنتمنى حتى شي حد يعيشو، لان شي حاجه اللي هي كارثيه بمعنى الكلمه. ولكن هذاك الشيء لطف الله فيه، ما عرفنا شنو فيه البنات. يعني كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى. ولكن كاينين عديمين الضمير، عديمين الانسانيه اللي كيستغلوا الوقت، كيستغلوا الفرص، كيسرقوا الناس ديورهم، كيسرقوا الدراري الصغار من المستشفيات، كيسرقوا الناس الماركيتات، كيهرسوا كيدخلوا كيخملوا. تخيلين الماركت راه اصلا الناس محتاجين، راه الناس ما واكلين ما شاربين، راه كاين اللي ما وصلهمش المساعدات، راه ما قادرينش مساكن ياكلوا، ما قادرينش يشربوا، ما شاربينش الماء 3 ايام و4 ايام هذه ما شاربينش الماء. زائد راكو شتو بالبرد والثلج. كاين اللي مساكن الليل، تعرفوا الليل هو ناعسين، كاين اللي ناعس عريان، كاين اللي ناعس هو ما مغطش. راكو عارفين حنا كنكونوا الدار عندنا سخانين. كاين مساكن اللي هكا كنتنطر وخرج هكا ياك لا صباط لا حتى شي حاجه. يعني الاوضاع صعيبه، ولكن بنادم سبحان الله ربي واخا كيعطينا واحد الموعظه باش نتقوى وحنا باش نزيدو كما كنقولوا نرجعوا ونذكروا داكشي ونذكروا الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس كيستغلوا الفرص، كاين اللي كيستغلها في السعي، كل واحد فين كيستغلها. ولكن الحمد لله راه ربي كيخلص كل واحد على قد هذيك النيه ديالته. يعني الناس خاصنا دابا نوقفوا معاهم وكلشي سبحان الله كيف ما كيستغلوا الظروف. كاينين بزاف عاوتاني على السوشيال ميديا البنات الخلعه، كيخلعوا عباد الله. جمعوا شطيطكم، غادي يضرب الزنزال هنا، غادي يضرب في اسطنبول، غادي يضرب في هذه. انا كنشوف شحال الناس مساكن، شوفوا الثلج اللي كان عندنا والبرد البنات، كانت عندنا عاصفه، عرفتي واحد الريح كان عندنا ما نقول لكمش. مساكن الناس خارجين وما قادرينش يباتوا في الديور، وبنات اجانب كنعرفهم خرجوا مساكن بايتين في القهاوي وبايتين في البلايص هكايا. يعني علاش كيبقاو يديروا هكاك؟ باش يجمعوا مشاهدات وباش يخلعوا الناس. كذلك كيبقاو كيحطوا مساكن بزاف. كاينين بنات مغربيات مساكن اللي توفاو، كاينين اللي مازال ما طلعوش البنات، ما عارفينهمش واش ميتين ولا حيين، وكيحطوا تصاورهم وكيقولوا بان راهم ماتوا، كيخلعوا والديهم مساكن عليهم وكل شيء. علاش بنادم كيدير هذا الشيء؟ علاش؟ انا ما بغيتش نفهم، غير باش تطلع مشاهده. الناس هذا الوقت هذا كيتحدوا، كيقدموا يد المساعده في كل شيء، ماشي باش يستغلوا الظروف ديال اي واحد. وكاينين عاوتاني واحد النوع اللي مسالي قبو تيجلس يبلبل ويهضر بحال اللي زعما راه هو اصلا ما قادر يدير حتى شي حاجه، وكيبقى يبلاني على الناس الاخرين. كل واحد في هذا الزمان هذا راه حنا واخا بعالين، راه حنا ظروفنا كل واحد راه ظروفه علم بها الله سبحانه وتعالى. يعني اي واحد راه خاصه البنات يقدر الظروف الاخر، ما يبقاش يهضر غير على الخوى الخاوي. بنادم سبحان الله فيه الحسد. ما فهمتش هذاك بنادم كي كيكون في هذه الوقيته هذه. الواحد راه ما خصوش يهضر، ما يبقاش يبلبل بزاف. نتوما ما عارفين ظروف حتى شي واحد. الله يحسن العوان لاي واحد. انا كيبقى عليا مشغول مع بنت عمي ولادها، رغم كل شيء انا عارفاهم الحمد لله لاباس وكل شيء، ولكن راهم في البرد، راهم في الزنقه، راه عليهم الثلج، عليهم الشتاء، عليهم البنات كل شيء.
كيف ما كنقول لكم ما قادراش نجيبها لعندي، ما لاقيش كيفاش ندير ليها الطرقان اصلا. يلاه شي المساعدات وما قادرينش يوصلوهم لان الطريق مقطوعه. البارح قالت لي بنت عمي راه غير الطياير قالت لك جابوا ليهم من المانيا، من من السعوديه قالت لي، ومن اليونان قالت لي وصلوهم قالت لي باش عاد بداو كيعطيونا الماكله وداك الشيء. كيف ما قلت لكم راه المدينه اللي فيها هي راه تحطمات البنات بمعنى الكلمه. تعرفي شنو هي تحطمات؟ ما بقى فيها حتى شي بناء عالي نهائيا، كلشي نزل الارض. وكما قلت لكم الضو ما عندهمش، الغاز ما عندهم حتى شي حاجه. مازال الارض كتهتز لان الله يسر ديما فوق ما كيضرب الزنزال البنات كتبقى الارض كتهز حتى كتعاود ترجع لسميتو ديالها. كنتمناو اللطف ديال سيدي ربي، وكنتمنى بنادم يولي عنده ضمير شي شويه. يعني الوقت اللي غادي نضيعوها البنات غير في الخوا الخاوي، نمشيو نديرو شويه الدعاء، نمشيو نستغفروا الله سبحانه وتعالى، نمشيو نذكروا الله، نمشيو نقراو القران، نمشيو نتمناو الخير للناس، ماشي نبقاو غير نهضروا ونمشيو نعايروا الناس وحنا ما عارفينهمش كيفاش دايرين، ونمشيو نهضروا عليهم بالخايب وحنا ما عارفينهمش كيفاش دايرين. ما يبقاش اي واحد اللي شافها ما يغروكمش المظاهر كيف ما تنقول. هادشي اللي تنتمنى. حنا الحمد لله قدمنا مساعدات البنات اللي في يدينا، راه حنا قادرين اللي قدرنا نديروها البنات، راه حنا ما كرهناش نديروا اي حاجه نطيروا في السماء وكلشي اللي قدرنا عليها البنات. راه جمعنا المساعدات، حنا المجمع ديالنا جمع المساعدات الحمد لله، نزلنا ليهم داكشي اللي قدينا عليه وكلشي. كذلك عاوتاني كاينين حسابات اللي البنات كنعرفوهم موثوقين فيهم، ماشي اي حسابات، لان كاينين حسابات اللي غير ولاد الحرام كيشفروا الفلوس، حسابات اللي موثوقين فيهم البنات. ولكن الواحد الا كيعرف شي حد هو قادر يصيفط ليه المساعده يصيفط له، ولكن راه ما عندناش كيفاش نديرو. يعني انا كنقول هكايا مثلا على الحسابات، الا كيعرف شي حد على حسابه. انا دابا بنت عمي واخا صيفط لها ليك انا البنات حتى شي حاجه ما خدامه تماك عندهم، ما خدام لا بوسطه لا حتى شي حاجه، يعني قادره صيفط لها ديريكت بلا ما يتسناو هما المساعدات. راه واخا كتعيطوا لهم باش تصيفطي كيقول لك لا اتصلوا بالمساعدات يمشيو يديو ليهم المساعدات، راه اصلا تالفين غير بوحديتهم تماك، ما قادرينش يوصلوا للناس كاملين. يعني راه صعيبه شي حاجه شنو هي صعيبه. الله لا يعيش على شي حد ولا يذوق على شي حد ولا تشوفوا الناس عائلتهم ميتين وليداتهم ميتين وما في ديك الحاله البنات، راه الصعب حاجه. يا ربي تلطف بينا، هادشي اللي تنتمنى. والله يسمعنا اخبار الخير على كل واحد عائلته تماك، الله يسمعهم اخبار الخير. كيف ما قلت لكم انا راه كنعرف ناس تماك مساكن راه توفاو ليهم والديهم، كاينين ناس ساكن تماك اللي العائلات ديالهم، كاينين ممثلين راكو شفتوا، كاينين ممثلين اللي تماك مساكن عائلاتهم مشاو ليهم كاملين، خوتهم ولاد خوتهم كلشي بقاو تحت الارض. يعني كيف ما كنقولوا حنا ما كنقطعوش الامل من الله سبحانه وتعالى، لان كيف ما كنقولوا راه اللي ما وصلش اجلهم وما توفاش باذن الله سبحانه وتعالى راه ما كيتوفاش. راه كاينين ناس اللي باسبوع شف فاش كان الله يستعذر في ازمير، راه كاين واحد السيد بعد اسبوع عنده 80 عام ما شاء الله طلعوه والحمد لله كان سالم ما فيه حتى شي حاجه. يعني داكشي بقضاء الله وبامر الله سبحانه وتعالى، بلا واحد ما يبقى يخطط وبلا واحد ما يبقى يهضر وبلا واحد ما يبقى يكذب وبلا واحد ما يبقى يبغي يطلع المشاهدات على ظهر حد واحد اخر. الله يهدي ما خلق وصافي. هادشي اللي تنتمنى. وشكرا بزاف لكم البنات، شكرا على كل واحد كيسول فيا واللي كيعيط لماما وكيسول واللي كيعيط لعائلتي وكيسول فيا. نشكركم كامل واحد بواحد.